السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا وحشني والله، ربنا يجعلكم بخير يا رب. اكتر حاجة غيرت حياتي كلها يا جماعة فكرة والله يا شباب، انا نجحت في مادة في كلية الطب بركعتين، وكنت بجيب امتياز فضل ومنة الله. حاجات كتير جدا انا ما انساش ابدا. انا لغايه دلوقتي جنب مركز العيون والربط كان عندي في سنة رابعة طب امتحان جراحة عيون، وكان الوضع صعب جدا وحصل ظروف صعبة والمذاكرة صعبة. سبحان الله العظيم صليت ركعتين قبل الامتحان وقعدت ابكي لربنا، قعدت ابكي. انا جبت في المادة دي امتياز. مادة تانية كانت مادة سايكاتري، واتمنعت من دخول الامتحان عشان نسبة غياب. فرحت للسكرتيرة قلت لها دخليني، وقالت لي ممنوع، لا يمكن غياب. قلت لها طيب هاتي لي نماذج الامتحانات القديمة. قالت لي ازاي؟ نزل الدكتور بيحط منها الامتحان. رحت جامع مستشفى الجامعة اللي انا معدي من جنبه ده، وصليت ركعتين وتوسلت الى الله ورجعت لها. اول ما شافتني انت عايز تدخل الامتحان؟ خلاص يلا مشكلة الغياب اشيلها لك. كنت عايز الامتحانات القديمة، قامت فتحت لي الدولاب، خد الامتحانات صورها بسرعة وقتالي عشان لو الاساتذة قبل ما يحطوا الامتحان طلبوها. والله يا جماعة انا يعني فكرة الركعتين دي، كنت مرة في مصلحة حكومية وكانت ورقة رسمية خطيرة جدا، ورقة رسمية في غاية الخطورة والأهمية بالنسبة لي وأنا لسه متخرج، والراجل كتب عليها كلام يعني خلاص المصلحة دي ضايعة. يا عمي ربنا يهديك، يا عم ربنا يرضيك، مفيش فايدة. سبته ورحت صليت في الجامع ركعتين وقمت راجع له. والله يا شباب دخلت عليه اقسم بالله كأنه بني ادم تاني. سبحان من اخذ بنصيته. انت كنت عايز ايه؟ وقام لاغي الورق القديم وقام كاتب لي ورق تاني واداني ورق زي الفل، والمصلحة مشت وانقذت من ازمة خطيرة جدا بسبب الموضوع ده. قلت سبحان الله العظيم، كلمة ركعتين ما تستقليش بركعتين. انت ممكن بركعتين تغير حياة زوجتك. سيدنا ابراهيم سيدة سارة ملك مصر الظالم قبض عليها وكان عايز يغتصبها، وبقى هو وهي لوحده ما يغتصبها. سيدنا ابراهيم وقف يصلي، ربنا شل ملك مصر الظالم بسبب الركعتين بتوع سيدنا ابراهيم. غير حياة مراتك بركعتين، غير حياة ابنك بركعتين. سيدنا زكريا خد سيدنا يحيى من خزائن الله بركعتين يا جماعة. ربنا اداله يحيى افضل، لم نجعل له من قبل سماء بركعتين. يا رب ارضى عنا يا رب، يا رب يهدي قلوبنا. سيدنا محمد غير حياة نفسك بركعتين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. بركعتين كان بيغير كل مشاكل حياته. غيري مشاكل حياتك بركعتين. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول إني لا أحمل هم الإجابة. أنا مش شايل هم إن ربنا يستجيب. يا جماعة الإجابة سهلة، المشكلة مش في ربنا، المشكلة فيك أنت. ولكني أحمل هم الدعاء. أنا همي إن ربنا يفتح عليا في الدعاء. خدي بالك أكبر عقوبة إحنا معاقبينها من الله صرف القلب عن الدعاء، لأن ربنا إجابة الدعاء عنده سهلة. يا بنتي أنت مش لازم تبقى غرندايزر عشان ربنا يستجيب دعائك. انت مش لازم تبقى مازنجر في العباده عشان ربنا يستجيب دعائك. ربنا اسهل حد تاخد منه كل حاجه. المشكله فيك انت ان انت ما بتطلبش، ان احنا ما بنتعبش. طب ليه ركعتين؟ مرفع ايده بس؟ لا، اتعب بقى في الدعاء. لا، قول يا رب بين يدي عمل صالح. والله يا جماعه انا حياتي كلها اتغيرت بالركعتين. والله العظيم يا اخواني، انا مفارق حياتي كلها كان سببها الركعتين دول سياسة عمر. شفيت من امراض بالركعتين، وادت ربنا ادى عني الدنيا بالركعتين. حاجات كتير، وفي الدعوة الى الله ربنا فتح عليها بسلاسل وعلم وفرص في الدين. الركعتين دول معجزة من الله، معجزة الركعتين. اوعى تخسرها. قومي الوقت اتوضى وصلي ركعتين، عيط، صرخ. انا اعرف واحد اقسم بالله وهو ساجد قال يا رب قبل ما اقوم بالسجده اشفيني. والله قبل ما يرفع راسه ربنا شفاه يا جماعه. ومش لازم قبل يا سيدي صلي ركعتين في ركعتين في ركعتين. ما تخافش، ادعي كتير تكن مستجاب الدعاء. ربنا يحفظكم يا شباب. ما تنسوش الركعتين، قوموا صلوهم الوقتي. قوموا، انا رايح الوقتي، انا رايح بيت اهو اصلي ركعتين باذن الله سبحانه وتعالى، وتوسل الى الله وربنا قريب مجيب.